شركة كابا الإيطالية الراعي الرسمي للمنتخب الوطني التونسي تعلن على أقمصة المنتخب في كأس العالم جوان 2026. فكرة الديزاين متاع المراول كان عبارة على الرمز اللي موجود في شعار المنتخب الوطني التونسي واللي هو نسور قرطاج. الريشة متاع النسور موجودة في القميص في الجهة اليمنى والجهة اليسرى متاع المريول. القميص الأول كان اللون متاعه أحمر، القميص الثاني أبيض، والقميص الثالث بعيد شوية على الألوان العادية متاع المنتخب، قميص اسود لكن من غير الريشه. والقميص الرابع واللي هو مايو دافون ماتش، مايو الشوفمون متاع اللاعبين، مريول ابيض احمر واسود فيه ثلاثه الوان وكله فيه الديزاين متاع الريش. ثلاثة الأقمصة الأساسيين للمنتخب الوطني التونسي، الكومبا برو 130 يورو والكومبا العادي 80.50 يورو. وكابا زيتا عملت كوليكسيون تاع ستريت وير واللي هي عبارة على أقمصة أوفر سايز وكيف كيف دي جاكيت، بخلاف لي برودوي الاخرين اللي هما ساك دو شوسور، كاشكول والا كاسكيت. نمريو العظمى نتاع كاس العالم بعدنا بهم شويه على تصويره النسر نتاع العاده او اللون الاخضر نتاع الزيتون والتراث التونسي او درع حنبال والاجواء نتاع حنبال. هذيك الكل واحد من الناس عجبني برشا الديزاين، كنت شفت برشا على الريش اللي موجود برشا في الجهه اللي في الكتف اليمين والكتف اليسار نتاع القميص، كيف شفت على مريو الاوفرزايز اللي فيهم شعارات كابا كيف في الجهه اليمنى والجهه اليسرى وفيهم تونيزيا بالكبير في القميص. تصور كوليكسيون مزيانه على الاخر وحاجه ممتازه للشركه الايطاليه اللي عندنا برشا كنا نطالبوا فيها باش تخرج لنا قميص محترم. كوليكسيون مزيانه سواء اقمصه اللاعبين، اقمصه لافون ماتش، كيف لي برودوي الزايدين كيما حكينا عليهم. دونك رايكم في المرايه ولا ضمه في الكوليكسيون هذا يهمني على الاخر. عجبك لي برودوي نتاع ليكيب ناسيونال ولا ما عجبكمش؟